هل بدأت الأزمة داخل شبيبة القبائل؟ غضب كبير داخل الإدارة بعد الخسارة المفاجئة أمام اتحاد خنشلة، واجتماع عاجل بين رئيس النادي عادل بودجة والمدرب جوزيف زيمباور. انتقادات حادة، قرارات مثيرة للجدل، وسبعة أخطاء خطيرة قد تكلف المدرب منصبه. فهل اقتربت نهاية زيمباور مع الكناري؟ وهل تكون المباراة القادمة لشبيبة القبائل أمام شبيبة الثورة الفرصة الأخيرة لإنقاذ الموسم؟ كل التفاصيل الساخنة في جديد شبيبة القبائل اليوم سنكشفها في هذا الفيديو. في آخر أخبار شبيبة القبائل اليوم، يعيش نادي الكناري واحدة من أكثر الفترات توترا هذا الموسم بعد الهزيمة الأخيرة أمام اتحاد خنشلة في الدوري الجزائري. الخسارة لم تكن مجرد نتيجة سلبية وفقط، بل كشفت العديد من المشاكل داخل الفريق سواء من الناحية التكتيكية أو الذهنية، وهو ما دفع إدارة النادي للتحرك بسرعة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها. بعد السقوط أمام اتحاد خنشلة سادت حالة من الغضب داخل إدارة النادي. الكثير من الأنصار اعتبروا أن الأداء الذي قدمه الفريق لا يليق بتاريخ شبيبة القبائل، أحد أكبر الأندية في الجزائر. الجماهير كانت تنتظر رد فعل قوي بعد المباريات السابقة، لكن الفريق ظهر بمستوى بعيد عن الطموحات. لهذا السبب قرر رئيس النادي عادل بودجة التحرك وبسرعة. أول خطوة قام بها رئيس نادي الكناري كانت عقد اجتماع مغلق مع المدرب الألماني جوزيف زيمباور قبل استئناف التدريبات. الاجتماع دام حوالي 20 دقيقة، وتم خلاله تحليل أسباب الخسارة أمام اتحاد خنشلة. كما ناقش الطرفان الأخطاء التكتيكية التي ظهرت خلال المباراة خصوصا في الخطين الدفاعي والهجومي. وطالب رئيس النادي عادل بودجة المدرب بضرورة إيجاد حلول سريعة، لأن الفريق مقبل على مباريات مهمة جدا في الدوري الجزائري. وبعد الاجتماع مع المدرب جوزيف زيمباور اجتمع رئيس النادي أيضا مع اللاعبين. هذا الاجتماع استمر حوالي 25 دقيقة، وكانت الرسالة فيه واضحة جدا. إدارة نادي شبيبة القبائل غير راضية عن المستوى الذي ظهر به الفريق. كما أكد الرئيس للاعبين أن ارتداء قميص شبيبة القبائل مسؤولية كبيرة، ويجب القتال في كل مباراة من أجل تشريفها الألوان. الجماهير بدورها تريد رؤية فريق يلعب بروح وشخصية كبيرة فوق أرضية الميدان. المباراة القادمة لشبيبة القبائل ستكون أمام شبيبة الثورة في مواجهة مهمة جدا ضمن منافسات الدوري الجزائري. هذه المباراة قد تكون نقطة تحول في موسم الفريق. الفوز سيعيد الثقة للاعبين والجماهير، أما التعثر فقد يزيد الضغط على المدرب جوزيف زيمباور. لهذا السبب طلبت الإدارة من اللاعبين تقديم رد فعل قوي، حيث شاهدنا في الفترة الأخيرة زيمباور تحت ضغط كبير. بدأ الكثير من المتتبعين في توجيه الانتقادات للمدرب جوزيف زيمباور، ويرى البعض أن عدة قرارات اتخذها المدرب ساهمت في تراجع مستوى الفريق. ولعل من أبرز النقاط التي أثارت الجدل هي منح اللاعبين يومين أو 3 أيام راحة بعد كل مباراة، في وقت يحتاج فيه الفريق للعمل أكثر لتحسين الأداء. كما يرى بعض المتتبعين أن رحيل عدة لاعبين مهمين من خط الوسط ترك فراغا كبيرا في هذا المركز. الفريق لم يتمكن من تعويض هذه الأسماء بشكل جيد. الفريق فقد أيضا لعدة لاعبين مهمين في الخط الأمامي، وهذا الأمر أثر على القدرة الهجومية للفريق هذا الموسم. ولعل من أبرزها رحيل بركان وبوعاليا وإيفان الروسي. منذ بداية الموسم شهدت تشكيلة شبيبة القبائل تغييرات كثيرة. صحيح أن بعض التغييرات فرضتها الإصابات، لكن أغلبها كانت قرارات فنية قابلة للنقاش. عدم الاستقرار يمنع الفريق من إيجاد التوازن المطلوب، ويؤثر على جودة الأداء مقارنة بالموسم الماضي حين كانت التشكيلة ثابتة، وبالتالي فقدان الانسجام هذا الموسم. كما لاحظنا تعدد حالات الطرف في المباريات الأخيرة مثل أرثور بادا وبوط ومسعودي، ما تسبب في خسائر للفريق. الجهاز الفني مطالب بفرض الانضباط الكامل ومحاسبة كل لاعب يضر بها الفريق، خصوصا في المباريات الحاسمة. أي يجب على المدرب فرض قوانين صارمة لضمان احترام اللاعبين لقواعد الفريق. ولعل أبرز النقاط التي أثارت الجدل وأفاضت الكاس هي غياب المدرب جوزيف زيمباور عن تحضيرات مباراة مهمة، خاصة مباراة الجيش الملكي التي كثر عليها الكلام، حيث التحق بالفريق عشية المباراة فقط. كل هذه العوامل كان لها تأثير سلبي على معنويات اللاعبين. وفي خبر مفرح وجيد لشبيبة القبائل ولأنصارها، أعلنت إدارة شبيبة القبائل إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي، ليصبح النادي ثاني فريق في الجزائر يملك موقعا رسميا بعد مولودية الجزائر. الموقع يضم تاريخ النادي وإنجازاته، إضافة إلى معلومات عن
اللاعبين، كما سيتم إطلاق متجر إلكتروني رسمي لنادي شبيبة القبائل قريبا. هذا التطبيق سيتيح للجماهير متابعة أخبار الفريق وشراء المنتجات الرسمية لنادي شبيبة القبائل، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل بين النادي وأنصاره. كانت هذه مجمل أخبار شبيبة القبائل اليوم، حيث تمر الشبيبة بمرحلة حساسة هذا الموسم. الإدارة تحاول إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، لكن الضغوط تتزايد على المدرب زيمباور. السؤال الآن، هل تؤيدون بقاء المدرب جوزيف زيمباور، وهل يستطيع إنقاذ الموسم، أم ترون أن شبيبة القبائل بحاجة إلى مدرب جديد وتغيير الجهاز الفني كليا؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديد شبيبة القبائل وأخبار الدوري الجزائري.